اهلا يا برج الميزان، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل قرايه مختلفه شويه. القرايه دي هنشوف ايه الشعور اللي بنعاني منه في الوقت الحالي، وايه الذكر اللي محتاجين نطهر بيه الشعور دوت. فهنقسم البرج العشريات، عشرية أولى وعشرية تانية وعشرية تالتة، عشان ناخد أكبر عدد من الناس وأكبر عدد من الطاقات. تمام، يلا نبدأ بالعشرية الأولى. بص يا برج الميزان، واضح ان انت عندك غضب قوي جدا وصراعات داخلية كتير قوي. ممكن تكون ممكن من في صراعات يا اما جواك يا اما خارجية. يعني في خناقات وحوارات كتير ما بينك وما بين زمايلك في الشغل، او ما بين وبينك وبين اخواتك او اهلك او كده. او دوت على لو في ناس في طاقة تانية على المحمل اللي روحاني فقط، يعني مجرد ان انا بفكر في حد بطريقة مش حلوة، هو بيفكر فيا برضو بنفس الطريقة. وفي الاخر احنا بنتعصب من بعض ونقعد نفكر وكده، وفي الاخر يعني ده ملوش اساس او واقع، بس هو مجرد ان انا لما حد يفكر فيا تفكير مش حلو، ممكن الفكرة دي تجيلي عن طريق ان انا اتعصب منه، افتكر له حاجة عصبتني فاتعصب عليه، وهكذا. فالتواصل ما بينك وما بين اللي حواليك مش حلو، سواء بطريقة مادية أو بطريقة روحانية أو spiritually يعني. بس فالذكر اللي انت محتاج تعمله، انت في عندك مشكلة في التعبير عن نفسك بشكل، دايما العصبية بتيجي من ايه؟ ان احنا مبنبقاش عارفين نعبر عن نفسنا بشكل صح. فلما بيحصل حاجة بتعصبنا، لان لو انا هادي ومش عصبي هعرف اعبر عن نفسي بطريقة كويسة. فده اللي انت بتعاني منه يا برج الميزان. آم، العشرية الأولى. فأنت محتاج، عندك شكوك، عندك مخاوف، عندك محتاج إنك ترفع استحقاقك شوية يا برج الميزان. وتتخلص من الشك في نفسك والشك في الآخرين. والتعبير عن نفسك بشكل صح، وتسيبك بقى من الشكوك والغموض والنزاعات الداخلية أو خارجية. تمام، فانت محتاج تردد اسم الله الحي، انك تحط النية ان انت هتتخلص من كل المشاعر دي، وتبتدي تقول الله الحي الله الحي، وتفهمها كده وتوعيها وتبتدي ترددها. وفي كارت تنزل لي كده اللي هو لن اكون سببا في كفران احد بمبادئه. فبص يا برج الميزان، واضح ان في طاقة موجودة محتاجة ان هي تعمل حاجة. يعني هديكم مثال، يعني ايه؟ يعني مثلا ايه، انا مع الشريك والشريك دوت، انا قعدت اشتغل كتير، او مدير، او انا مدير وبعدين حد قعد يشتغل كتير، وحد قعد يحاول يرضيني كتير من الموظفين عندي، وبعد كده انا فجأة قررت ان انا مرقيهوش، قررت ان انا عشان هو مش عاجبني، عشان هو مضايقني، عشان هو whatever، يعني ايه مشكلتي معاه، بس حسبتها بطريقة تانية. فممكن يكون الشخص دوت يكون عنده مبدأ اللي هو ان هو الله لا يضيع اجر من احسن عملا، والشخص ده احسن هتيجي انت تضيع له العمل ده فتخليه يكفر بمبادئه. فخد بالك من الحتة دي، لان واضح ان في طاقة كده، في طاقة بتعمل دوت. فممكن يكون من كتر الغضب او من كتر النزاعات الخارجية او الداخلية اللي جواك يا برج الميزان بتخليك تعمل كده من غير قصد. فخلي بالك من القصة دي، في طاقة هنا ممكن تكون بتعمل كده. فلا تكون سببا في كفران احد بمبادئه، عشان ده بيبقى زي يعني مش حاجة حلوة، يعني ان انا اعمل كده في حد. فالحاجة التانية، انت محتاج تردد اسم الله الحي، ممكن تعمله 100 مرة بعد كل صلاة، هيبقى حاجة كويسة قوي وتطهير حلو قوي. والله اعلم. يلا نشوف العشية التانية لبرج الميزان، والشعور اللي بتعاني منه. العشية التانية لبرج الميزان. واضح ان العشية التانية عايزة تنتصر في حاجة، في شغل، في علاقة، في حاجة بتجري عليها وماسكة زمام الأمور. ايه هي يا ترى؟ يلا تعالى نشوف الذكر العشية التانية من برج الميزان محتاجين
بص، هو واضح ان انت عندك عدم توازن، رغم ان انت بتجري وعايز تمسك زمام امورك وعايز تنتصر، وانت منتصر اصلا، بس انت ماسك زمام امورك بالعافية. يعني اللي هو عندك في عدم توازن. لو بص زي ما يكون بجري بعربية كده، لو بص زلطة صغيرة جت تحت العربية دي، العربية كلها هتتقلب. فواضح ان انت في عدم توازن ما بين الين يانج عندك، فده عامل لك كده حركة مش حلوة. عندك مثلا ممكن حزن، عندك بتقسو على نفسك انت يا برج الميزان قوي. ممكن في حاجات كتير، ممكن متوتر من حاجة، فانت محتاج تردد اسم الله الحق. وفي ناس في مجموعة تانية اللي هم عندهم أفكار سلبية كتير، عندهم إحساس بالقهر، عندهم إحساس بالزعل. انتوا محتاجين تكتبوا تبتدوا تفرغوا ده في الكتابة. زعلان ليه أيا كان، حتى لو زعلانين من الأب أو أم أو إخوات أو ما نحاول واحنا بنفرغ. أهم حاجة أو زوج أو زوجة، أهم حاجة إن احنا لما نيجي نفرغ بالكتابة نحط العاطفة على جنب. عشان بابا عمل كذا، بس هو بيتعب عشان، بس هو بيعمل اوكي، هو بيعمل كل دوت. بس خلينا نطلع الغضب او نطلع الزعل دوت او الاحساس بالقهر ده بالكتابة. نحط العاطفة على جنب ونقول كل حاجة، هنكتشف حاجات وبلاوي وافكار ومشاعر كتيرة قوي. خلي نفسك تحس بالمشاعر دي وما تتكسفش من نفسك يا برج الميزان، ولا تزعل من نفسك. قول واكتب وشوف اللي هيجي في دماغك، اكتب له جواب. شوف مش لازم يعني تديهوله، يعني عشان ممكن يبقى قاسي شويه، بس شوف هيقول لك ايه او سوري انت عايز تقول له ايه. وطلع كل ده، وكل ما تفتكر حاجه تكتبها. بس اهم حاجه ان انت لما تفرغ ده كله، الورق ده تاخده تقطعه وتحرقه، تبعده عنك خالص، ما تخليهوش جنبك، لان طاقته مش طاقه حلوه. احنا عايزين نتخلص من الحاجات دي، مش عايزين تفضل لازقه فينا. تمام. فانت محتاج تكتب وتردد اسم الله الحق الله الحق. ممكن تعملها 100 مرة بعد كل صلاة. هتبقى حلوة قوي ومش هتاخد منك وقت. المهم تحط النية وتحس كده بالكلام وانت بتقوله، والدنيا هتمشي. قولولي في التعليقات عملتوا ايه. تمام. خلينا نشوف بقى العشرية التالتة. يلا بينا. العشرية التالتة ايه كده؟ العشرية التالتة في منتهى الرومانسية. حالمة. ممكن تكون بصي العشرية التالتة بتاع ان هي رومانسية وحالمة وطايرة. بس محتاجة تحرر الطفل الداخلي اللي جواها. لان حسيت بهموم وبكرب. ممكن تكون عندك مشكلة في الوفرة، مشكلة في اجتذاب الخير والعلاقات الحلوة والفلوس وكل دوت. فانت محتاج بس الورد بتاعك انك تدعي، او عندك حزن، عندك هم. الورد بتاعك اللي انت محتاج تقوله هو دعاء ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ده ورد او دعاء حلو قوي، ممكن تردده كتير وشوف حياتك هتبقى عاملة ازاي. الفكرة في الاوراد والاذكار ان هي ما بتاخدش وقت في التطهير، وما بتاخدش وقت ان احنا نفوق. فجربوها هتعجبكم قوي. تمام. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. تمام. فقولولي في التعليقات لو عجبكم القرايه دي، وهل اعملها كل اسبوع بحيث ان احنا نعرف ايه الاوراد اللي نعملها كل اسبوع ولا لا. وقولولي. يلا مستنياكم. باي باي.